في سلسلة اتيكيت فرجة هنتكلم في كل مرة عن واحدة أو أكتر من قواعد الاتيكيت بسهولة وسرعة ومن غير تعقيد، واللي بيها هنقدر نتعامل مع الناس ونتصرف قدامهم بأفضل شكل ممكن. في حلقة النهاردة هنتكلم عن اتيكيت المشي في الشارع، واللي كتير جدا من الناس بيسيئوا التصرف فيه من غير ما يحسوا، لكن بعد الفيديو ده المفروض نبقى قادرين نمشي في الشارع بكل رقي ومن غير ما نخالف ولا قاعدة من قواعد الاتيكيت. دايما حافظ على مسافة معقولة بينك وبين أي شخص، سواء كان الشخص ده مرافق ليك أو حتى بينك وبين الغرباء اللي ماشيين في الشارع. اقترابك الزايد من الشخص اللي ماشي معاك ممكن يعرضك لأنك تدوس على رجله بالغلط أو تخبط فيه، واللي ممكن يسبب الإحراج ليكوا انتوا الاتنين. كمان القرب الزايد من الغرباء ممكن يبقى مريب ليهم ويحسسهم بالخوف منك بشكل أو بآخر. ما ينفعش أبدا تحت أي ظرف إنك ترفع صوتك في الشارع إلا لو في حالة طارئة فعلا، حتى لو كان الناس في المكان ده بيعملوا كده. مش مبرر إنك تاخدها حجة وتعمل زيهم. صوتك لازم ما يتعداش محيط الأشخاص اللي ماشيين معاك تحت أي ظرف. كمان مش صح أبدا إنك تجري في الشارع زي الأفلام كده، حتى لو متأخر على ميعادك. الجري في الشارع بيزيد من قلق الناس وبيبوظ صورتك أنت قدامهم. كلنا بيحصل لنا ان هدومنا ممكن تتكرمش او تتعوج واحنا في الشارع، وللاسف ناس كتير بيعدلوها فورا من غير ما يعملوا حساب لباقي الناس اللي في المكان. اللي المفروض تعمله، وحتى لو كانت الحاجه دي صغيره ومش باينه، انك تمشي في هدوء لحد اقرب حمام او كافي شوب وتدخل تظبط لبسك فيه من غير ما حد يشوفك. الناس ملهاش ذنب يشوفوك بترفع البنطلون هلا هوب في الشارع. لو ماشي على الرصيف بصحبة بنت أو سيدة واحدة، دايما خليها هي في اتجاه المحلات والمباني، وامشي انت من ناحية الشارع، لأن ببساطة جانب المحلات هو الأأمن ليها. لو مش فارق أنهي ناحية هي الأأمن، جرى العرف قديما إن السيدات بيمشوا على الجانب الشمال للراجل، لأن الفرسان زمان كانوا بيمسكوا السيوف في الإيد اليمين. بعض كتب الاتيكيت بتقول كمان إن الجانب الشمال هو الجانب الأقرب للقلب، وهو المكان المناسب للبنت في الحال ده. أما لو ماشي مع مجموعة من الناس، دايما لازم البنات أو السيدات يبقوا في وسط المجموعة والرجال على الأطراف، تاني لأن ده هو أأمن مكان ليهم. لو داخل لمكان آمن، اقف للحظة واسمح للآنسات أو السيدات اللي معاك إنهم يدخلوا الأول، والعكس صحيح. لو خارجين من المكان ده أو داخلين لمكان أنت عارف إنه مش آمن للدرجة، خد أنت خطوة أسرع واطلع الأول، وبمجرد ما تطلع خد أحد الجانبين عشان توسع مكان ليهم يطلع. لو المكان اللي داخلينه الباب بتاعه لازم يتزق عشان يفتح، في كل الأحوال ادخل أنت الأول، امسك الباب واسمح لهم إنهم يعدوا الأول كلهم، سواء كانت بنت واحدة أو أكتر، وبعدها اقفل الباب وخد خطوة سريعة إنك ترجع لهم. البنت في الحالة دي واجب عليها إنها تقف تستنى الثواني دول. قولوا لنا رأيكم في الكومنتس وشاركونا اقتراحاتكم للحلقات اللي جايه، وشير الحلقة دي مع كل اللي محتاجها. مشاركتكم للفيديو ده مع أصحابكم هي أكتر حاجة ممكن تساعدنا. نشوفكم الفيديو الجاي.